بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيحة في استاد الدفاع الجوي، عشان لما احنا نقول حاجة لازم تتسمع. انا قلت صفقات مبطلة، صفقات للشو، صفقات للكيد. طبعا انا هقول لك بمنتهى الامانه، المدرب ملوش ذنب، بدليل حاجه بسيطه قوي، ان مفيش تغيير لزيزو اللي هو كان غير لك نتيجه المباراه. طبعا الشوط الاولاني الفرقتين مش حلوين والكلام ده، بس في واحده الشوط الاولاني التاني انفراد لزيزو، شيل يا عم، حط ببطن رجلك في البعيده. ده اللي يدل على ان هو ما عندوش ثقه، فاقد الثقه، بعيد ما بيفكرش في الملعب ولا في الكوره، بيفكر في حاجات تانية، بيفكر بقى في بزيرة، بيفكر بقى في الفلوس، بيفكر بقى ان خلاص عمل القرشين وخلاص على كده وهضحك على الناس دي، واخد بالك؟ وبعد كده ربنا بيكافئه في الاخر ويجيب ضربة جزاء، بدل ما 2-0 تبقى 3-0، بدل ما تبقى الكرة اللي هي المفروض يحطها جون دي ويبقى 1-0، لا تبقى 1-0 للبيراميدز، وبعد كده 2-0، وبعد كده كمان بيتسبب في ضربة جزاء. طبعا هيقول لك الناس متحمل، لا انتوا اديتوا له بوظ لكم اوضه اللبس ليه؟ والناس تقول لك ايه، اصل هو جاي فري ده مكلفك اكتر، لو انت اشتريته كان احسن لك ليه؟ لان كان كبيره هيبقى مثلا جايب 2 مليون دولار، هنقول ب 100,000 جنيه، ب 100 مليون جنيه مثلا، ده هتدفعه لنادي الزمالك، وهو ياخد كمان 200 مليون يبقى 300 بدل ما ياخد 600، بدل ما بياخد 600. وبعدين ما هو انت لازم تلاحظ ان عندك امام عاشور، وعندك حسين الشحات، وعندك مش عارف مين، وعندك حاجات كتيرة قوي. طب تريزيجيه ماشي، جاي من الاحتراف عادي مفيش مشكلة، بن شرقي جاي من الاحتراف، بن رمضان جاي محترف، ماشي، الناس دي خلاص انت جايب المحترفين دول وليهم اسمهم والفلوس بتاعتهم اللي هي بتقيمهم اللي هي في السوق. انما انت لما تجيب لعيب عشان تفتري على جماهير وعلى نادي غلبان عمال يتحايل عليه، جدد يا ابني ب 80، لا ده عايز 50، حاضر يبقى 130، وتيجي تقول لي ان هو ساب عشان ياخد 5 مليون جنيه؟ انتوا بتكلموا ناس معاتيه. طب هم بيضحك عليهم عشان في لجان، واللجان بتطلع تضحك عليهم وتقول لك 5 مليون جنيه في الاتحاد ومتأيد ب5، وهو واخد 5، ساب 80 مليون في الزمالك عشان ياخد 5. انهي مفيش لعيب لو برجل واحده وجيت تقعد معاه عشان تتفاوض معاه مش هيسيب 80 مليون عشان يروح لابو 5. انتوا بتكلموا ناس عندها عته؟ طبعا لا. المهم نرجع المباراة تاني. بيراميدز الشوط التاني عمل مباراة كبيرة، عمل مباراة استحق فيها الفوز، وانا قلت بيراميدز قدام نادي الزمالك ما بيعرفش يلعب، بس قدام النادي الاهلي بيعرف يلعب. ليه؟ لان قدام نادي الزمالك فرقة كورة وبتعرف تلعب كورة، فهي بتتفوق عليه، هو ما بيعرفش يتفوق عليها ككورة، انما بيتفوق على الاهلي كورة. عشان كده لما حط الكورة الشوط التاني على الارض راح جاب جونين، وبعد كده خد الهدية من زيزو في الوقت بدل الضايع، بقى 3. انا بس عايز اقول يعني ما تظلموش المدرب، لان المدرب جاي على اللعيبة دي. في مدرب مشي ريبيرو كان برضو جاي على اللعيبة دي، وعايز اقول لك بياخدوا تعليمات، زيزو ما يخرجش من الملعب، زيزو ما يخرجش، تريزيجيه ما يخرجش من الملعب، مش عارف مين ما يخرجش من الملعب، واخد بالك؟ عشان كده هو اسوأ لعيب في الملعب النهارده وخايف يغيره. الراجل لو بايده هيغيره. انتوا فاكرين اول السنه لما لعب ماتش ميامي ونازل بعد اصابه امام عاشور في الدقيقه 12، مش جه بيرو اللي هو كان مدرب بتقوله على باب الله، قام جاي في الدقيقه 68 غيره. فلما الناس بيتكلموا، بس كل ده اختفى عشان اللجان طلعت، وطبعا وبعد كده اتحط بعد كده ان هو يلعب اساسي، حلو وحش ما يطلعش من الملعب. طلعت اللجان وقالت لك ايه، لا ده الراجل عشان خايف عليه
وعشان انه طب يا عم قعدوا للشوط الثاني لو انت خايف عليه ما يبقاش اول تغييره. بس الراجل طلع وقال لك ان هو ما بيعملش حاجه لا في الحته الهجوميه ولا الدفاعيه، ده عالة على الفرقه. بس طبعا اللجان رجعت وقامت جنبر وزاو لا ويلعب، وهو بيلعب اهو. تخيل انا جايب واحد ب 600 مليون جنيه عشان يجيب لي ضربتين جزاء ويجيب لي جونين في فرقه واحده اسمها فاركو، يعني 4 اهداف. ومحدش يقول لي اسيستات والكلام ده، ما هو يعني ما فيش الكلام ده، ولا لا. خليك انت راجل قيس بالاهداف، سيبك من الاسيستات. انت بتروح كل كرة بترفعها يا واحدة صابت من 50 واحدة اللي انت بترفعها طول الماتش، يا اما 2. ويقول لك الاسيست، لا الاسيست ده اللي هو قام جاي مرقص زي بزيرة كده وقام جاي حاططها لواحد زي عبد الله ولا ناصر منسي ولا اي حد من الناس اللي هو بيحط لهم الكور ويروح ويقدمهم انفراد زي شيكوبانزا مثلا. واخد بالك؟ هي دي الاسيستات. انما ترفع لي كرة وتقول لي اسيست، طبعا ده مش اسيست، ده كروس عادي جدا يعني. ليلة طبعا حزينة، انا مقدر والله وحاسس بجماهير النادي الاهلي. بس عايز اقول حاجة برضو بما يرضي الله. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فرقة بتلعب الساعة 5 وفرقة بتلعب الساعة 8، مع ان دي ماتشات نهائيات. فرقة بتتغير لها لوايا عشان يرجعوا لعيبة وبيرجعوا دوري وبيرجعوا معرفش ايه والكلام كل ده ليه يا جدعان؟ ما تسيب الدوري يمشي طبيعي، واللي ياخده ياخده واللي يخسره يخسره. ما هو انا مش ذنبي ان انت وحش، انا مش ذنبي ان انت مش شايف، انا مش ذنبي ان في افتراء وفي يعني كبر وفي انا اللي معرفش ايه. لا الكرة مش كده خالص، الكرة مش كده خالص. الكرة لازم تتطلها عشان تديك، لو ما تطلهاش مش هتديك. ده اللي انا اتعلمته في الكرة. واكتر اللعيبة اللي هي لعبت كرة تعرف المثل ده. تطل الكرة تديك، هتتقرن على الكرة وتتعالى عليها والله هتجيبك تحت 7 ارض. بقول لجماهير الاهلي ما تزعلش، هو ده اخرة الانا، اخرة الغرور، اخرة الكيد، اخرة الصفقات اللي هي بدون وعي ولا بدون حساب، ولا فرقتك محتاجة ايه ولا عايزة ايه. فاعتقد ان درس النهاردة بعد خسارة الاهلي النهاردة امام بيراميد ده درس، ودرس مفيد. اللي هو مفروض اللي يستاهل الفانيلا الحمراء هو اللي يلبسها، ما يستاهلش مع السلامة. السنة دي قفلوها بالضبة والمفتاح، اتقفلت بالضبة والمفتاح. الله يكون في عون جماهير الاهلي. انا خلصت كلامي وعايز اقول الدوري هيبقى حلو لو في عدالة، هيبقى حلو قوي والله. السلام عليكم.